توفي اليوم الممثل المصري مصطفى فهمي عن عمر ناهز 82 عاماً بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة نتيجة لعملية جراحية دقيقة بالمخ التي أجراها في أغسطس الماضي لإزالة ورم سرطاني بالمخ. عانى فهمي من الآثار الجانبية للجلطات، منها ثقل في الكلام والحركة، وكان من المقرر أن يبدأ لاحقاً مرحلة العلاج الطبيعي، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ، حيث خرج من المستشفى ظهر أمس، وفي المساء تدهورت حالته، ولدى وصول سيارة الإسعاف كان قد فارق الحياة. وبحسب مواقع محلية مصرية، فالأزمة المرضية للراحل بدأت في يناير الماضي أثناء وجوده في فرنسا، حيث تعرض لجلطة دماغية وأجرى جراحة عاجلة لإنقاذ حياته، وتعرض بعدها لجلطة دماغية أخرى بعد عودته. وقد قرر عدد من الفنانين مغادرة فعاليات مهرجان الجونة السينمائية المقام حالياً لحضور جنازة الراحل وتقديم العزاء لشقيقه حسين فهمي، الذي غادر متجهاً إلى القاهرة فور تلقيه الخبر. وأعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة فهمي. كتب السيناريست عمرو محمود تدوينة عبر حسابه على فيسبوك جاء فيها: ببالغ الحزن والأسى، ودعنا اليوم من رموز الفن المصري الذين أثروا حياتنا بأعمالهم وإبداعاتهم، الفنان الكبير حسن يوسف والفنان الكبير مصطفى فهمي. لقد كانوا مثالاً للعطاء الفني على مدى عقود طويلة. نعزي أنفسنا وكل محبيهم وعائلاتهم، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.